تخيل معايا لو قلت لك إن في تمرين بقاله سنين بيتم استخدامه في تدريبات السرعة، لكن مش دايما هو الحل الأفضل. لو قلت لك إن في بعض العدائين الجامدين جدا بعد ما عملوا التمرين ده أدائهم بقى سيء جدا مقارنة بسرعتهم الحقيقية. النهارده أنا عايز أتكلم عن تمرين مهم جدا وهو تمرين الباوندينج. هل تمرين الباوندينج هو مفتاح سحري للسرعة؟ ولا في تمارين تانية أقوى وأذكى وأكتر تحديدا وتساعد الرياضيين بشكل أحسن؟ طيب إيه هو الباوندينج او ايه هو تمرين الباوندينج وليه بيتم استخدام التمرين ده؟ باوندينج ببساطة هو خطوة جري مبالغ فيها بزمن هوائي اطول، لان انت بتفضل في الهواء اطول شوية. بيتم استخدامه بقاله سنين عشان يتطور السرعة ويحسن القدرة على الجمب او القفز عند الرياضيين. مدربين العاب القوة او مدربين التراك اند فيلد اعتمدوا عليه لسنين طويلة، في جداول شهيرة زي اللي عملها فرانك ديك اللي بتربط بين مسافة الباوندينج وزمن العدو. مش بس كده، في دراسات على رياضيين محترفين في النظام السوفيتي اثبتت ان الجمع بين الباوندينج القصير والباوندينج الطويل ممكن يحسن زمن ال 100 متر ويوفر ثانية كاملة خلال 8 شهور تدريب. لكن هل ده كفاية عشان يكون الحل الأفضل؟ عايز اتكلم عن المشكلة مع تمرين الباوندينج التقليدي. المدرب كريس كورفست واحد من الناس اللي انا اتعلمت منها. في البدايه كان بيعتمد على الباوندنج التقليدي العادي اللي احنا بنشوفه، لكن المفاجاه ان بعض العدائين الجامدين قوي معاه كانوا سيئين جدا وهم بيعملوا التمرين ده مقارنه بسرعتهم الحقيقيه. فبدا ان هو يركز على تمرينات تانية زي الستريت ليج باوندنج والفلكسد ليج باوندنج، ودي تمارين سريعه بتبتدي ان انت تستخدم رجلك وهي مستقيمه، فبتبتدي ان هي تحسن الدفع لقدام وبتخلي التبديل بين الرجلين يبقى بشكل سريع. تاني حاجه بدا يستخدمها وهي السبيد باوندنج، ان هو بيجمع بين الجامب لقدام وان انت تدفع بشكل سريع برضو لقدام، فده بيخليه اقرب للجري الحقيقي من مجرد ان انت بتعمل باوندنج للمسافه القصوى. يعني مش كل باوندنج بيقدر ان هو يطور السرعه. بعد كده عايز اتكلم عن مشاكل الباوندنج التقليدي. مشاكل الباوندنج بتعتمد اكتر على الامتصاص او الايسنتريك بدل ان انت بتدفع لقدام. تاني حاجه بتقلل تردد الحركه بتاعتك مقارنه بسرعه الجري الفعليه. تالت حاجه هي زياده طول الخطوه، فده بيغير الميكانيكس بتاعت الجري الطبيعيه. هل ده معناه ان ملهاش اي لازمه ان انت تعمل باوندنج؟ مش بالضروره، لكن في حلول اذكى خصوصا للرياضيين اللي هم ليهم علاقه بالالعاب الجماعيه. ايه البديل الافضل بدل الباوندنج للرياضيين الالعاب الجماعيه؟ الرياضات الجماعيه مش سباقات سرعه، اهم حاجه فيها هي ان انت تتحرك بسرعه في كل الاتجاهات، مالتي دايركشن سبيد. بتحسن جوده الحركه، بتبتدي ان انت تستغل الحاجات المتاحه اللي عندك زي السرعه، القوه، القدره الحركيه باذكى طريقه ممكنه. واحد من افضل الحلول هو ان انت تبتدي تدخل تمارين مثلا زي الباركور في التدريب. دي بتحسن القدره على ان انت تحل المشكلات اثناء الجري، بتساعد ان انت تقدر تتحكم في طول الخطوات، بتضيف تنوع حركي يهيئ الرياضي او اللاعب لاي موقف جوه الماتش. بالظبط اللي عمله دوين ويد في الفيديو ده لما بدأ ان هو يعدل خطواته في 3 مستويات مختلفة عشان يقدر يعمل دنك بالشكل ده. خلاصة، تعلم الاساسيات مهم جدا، لكن تطوير السرعة محتاج طرق اذكى واقوى من كده. لو هدفك السرعة ركز على السبيد باوندنج. لو رياضات جماعية ابتدي يدخل انماط فيها باركور ممكن يكون اقوى من الباوندنج التقليدي. السرعة مش بس تمرين، السرعة هي ان انت تبتدي تختار تمارين صح ومناسبة ليك. لو الفيديو عجبك متنساش تعمل فولو وسيف وشير كتير. انت ايه رأيك؟ الباوندنج بيستحق كل المجهود والوقت ده ولا في حلول احسن من كده؟ لو عندك حلول احسن من كده اكتب تحت في الكومنت بالنسبة لك ايه الحلول الاحسن.